ومصاريف البيت في الاسبوع ده ايه؟ نقطة نور، يعني النقطة عاملة رقعة عملاقة شديدة الشاعرية والوضوح والرقة والعذوبة، لا تجرح، ما تخليش الواحد يتعب. الإذاعة ليها جمهورها وهي لغة حوار، فبتدي للمستمع إن هو يندمج في الخيال أكتر. لا هو طقم تمام، شوية ضغط مع شوية حب أكتر، بس عشان بنكسر في الكلام بس. نقطة نور هو تأليف رواية أساسا، تأليف الأستاذ الكبير بهاء طاهر، وبهاء طاهر يعني طاقة النور كلها. وإن شاء الله هيبقى عمل متميز، إذاعي متميز مختلف إن شاء الله، على رأسه طبعا الأستاذ محمود ياسين وأستاذنا وليد الصملوطي المخرج الرائع. وده تم إعداده إن هو يكون مسلسل إذاعي عشان يشتغل في رمضان، عشان يدي للناس طاقة مهمة جدا في رمضان إن شاء الله، وليها علاقة بالله، إن في الآخر طاقة النور هو ربنا. أنا بعمل دور شعبان ابن الأستاذ محمود ياسين. المفروض إنه راجل تاجر أقمشة، عنده محل قماش، وعنده ولاده أحمد سلامة وصفاء جلال. والراجل ده بنشوف طول الأحداث في حالة نفسية مش طبيعي، بيقول لابنه ما تكلمش حد، ما تختلطش، منطوي. بنعرف إن هو مراته ماتت وهو ما قدرش يعالجها، فجات له عقدة إن هو السبب في موتها، فعملت له هذه الحالة النفسية. وفي أحداث كتير بقى مش عايز أحرقها. جالي مسلسل نقطة نور فاتبسطت جدا. الإذاعة المصرية تاني، دايما كنت بشتغل إذاعة خاصة، فالفكرة نفسها عجبتني جدا، وحبيت إن أنا أكون مشاركة في رمضان السنة دي بعمل إذاعي تبع الإذاعة المصرية بإذن الله. مسلسل إذاعي اجتماعي بعمل فيه شخصية سالم، مسلسل بيتعرض لشرائح مصرية أصيلة. الهدف منها ان كل بني ادم يوصل لنقطة النور بالنسبة له. نقطة النور بالنسبة له هو نقطة التصالح ونقطة كشف الحقيقة على من خلال الواقع اللي هو عايشه. انا بعمل دور مرتضى. مرتضى ده ثعلب ومكار، وهو شاب ثورجي بقى في الجامعه فتره السبعينات، 77 78 واحداث 2021 يناير وانتفاضه الحراميه. وهو طبعا بيتكلم على طول خطب رنانه عن الحريه والديمقراطيه ومش عارف ايه بتاع، لكن هو شخصيه خبيثه جدا وبيخون زمايله واصدقائه للاسف، وبيكتب اساميهم كلهم وبيروح يسلمهم لامن الدوله نظير مبلغ من المال يعني. فشخصيه اكيد موجوده في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. يا رب الناس تخلي بالها وتعرف من خلال صوت البني ادم. طبعا هو طبعا يعني احنا في شاشه التلفزيون او في السينما او في الصوره لو انت عايزه تشوفي اللي في قلبه بصي في عينيه، لكن في الاذاعه اسمع صوته وحس بنبرته والاوتار ماشيه من قلبه ازاي، بيطلع الكلام من قلبه ازاي، هل هو صادق ولا مش صادق. انا بعمل شخصيه اول مره في حياتي اعملها، شخصيه سيده ارستقراطيه واسمها نازلي، وبيحبها الاستاذ محمود ياسين اللي هو الباشكاتب. هو المسلسل من ايام الرئيس السادات، فهي رافضه كل اللي بيحصل والمظاهرات، وبتقول ليه اللي هو حاصل في حياتنا برضو دلوقتي، مع ان انا مش كده، انا العكس. ده الافتتاح، احنا لسه لغايه دلوقتي ما سجلناش اي حاجه، بس باذن الله النهارده اول 10 حلقات من العمل. هو العمل بيدور حول 30 حلقه على 3 حجوزات، كل حجز 10، فبنخلص ال 30 النهارده اول يوم ان شاء الله. بنامل من الله اولا، وان شاء الله بالتعاون بيننا وبين فريق العمل اللي احنا ننجز 10 حلقات من العمل.